السلام عليكم. غنديرو الجزء الثاني على أغرب حالات اختفاء في العالم. وما تنساوش ديروا ابوني على عجبكم هذا المحتوى اللي كنقدم، كتشجيع ليكم. وشكرا جميعا. رجعنا لكم مع جزء ثاني من سلسلة لحيارات المشاهدين. 5 حالات اختفاء غريبة ما فهموهاش لا العلماء لا البوليس لا حتى الأجهزة الحديثة. قصص خلت العالم كامل يحك راسو، واش بصح كاين شي قوة كتخفي الناس، ولا كاين أسرار كبار مازال مخبي علينا. أولا، اختفاء براندون سوان. في سنة 2008 براندون كان سائق في الليل واتصل بعائلته وقال لهم وقعت لي حادثة وأنا في وسط الغابة، ولكن كاين ضوء قدامي. من بعد الخط قطع وما عمر شي حد شافه. الشرطة وصلت للمكان لقاو السيارة، ولكن براندون اختفى نهائيا. شنو هو الضوء اللي شافه؟ واش تبع شي حاجة ولا تم الاختطاف ديالو؟ ثانيا، اختفاء الرحلة 19 المشلات الغامض. 5 طائرات حربية أمريكية طارت في مهمة تدريبية في 1945 وما وصلت حتى وحدة منهم. الراديو سجل كلام غريب من القائد قال فيه كل شي باين غريب، ما عرفتش فين حنا. من بعد زاد الصمت وحتى الطائرة البحث اللي مشات تفتش عليهم اختفت هي الثانية. ثالثا، اختفاء لارسن سيفيرتسن، شاب نرويجي كان كيدير بث مباشر في 2021 وفجأة الكاميرا تهزات وكان آخر صوت هو شنو كيدير هاد الشخص هنا. من بعد الشاشة ولات كحلة والشاب ما بانش. الفيديو تحط من كل منصات والبوليس قالوا مقدروش يأكدوا واش راه مزيف ولا بصح. رابعا، اختفاء ليزا إيروين. طفلة عمرها 10 شهور كانت في دارها، نعست في الليل وما فاقتش. الأم ديالها فاش دخلت الصباح السرير كان خاوي، الدار كانت مسدودة، ما كان حتى دليل على الاقتحام والكاميرات ما غطاش الجهة ديال الغرفة. البعض كيتهم الأم والبعض كيظن أن شي جهة سرقت الطفلة لغرض سري. خامسا، السفينة الغامضة كارول آي ديرينغ. عام 1921 سفينة تجارية أمريكية وصلت للساحل ولكن بلا طاقم، حتى الدفاتر تم المسح ديالها وكأن شي حد كان باغي يخفي الدلائل. الغريب في الأمر 5 أيام قبل الاختفاء راديو السفينة دار نداء القبطان ما بقاش مسؤول هنا، راه كاينه شي حاجة كتوقع. من بعد صافي لا جواب ولا